بسبب ان انا بقالي كتير ما عملتش الروتين الاسبوعي بتاعي، فتحسي ان هو مجهد شويه وعبيط كده. ايه هو الروتين الاسبوعي بتاعي؟ هعمله قدامك دلوقتي. هلوز. وطبعا زي ما انت متعوده مني ببتدي بالغسول. مبدئيا مهم جدا بالنسبه لي ان انا ابتدي بالبخار من بعيد كده دقيقتين بالظبط. وبالمناسبه انا ما بعملوش كل اسبوع، لو هتعمليه في حله فاوعي تخلي الميه مغليه والا هتتسلخي وتقولي مارينا قالت. مارينا ما قالتش حاجه. بس كفايه كده خلاص. هجيب النوز ستريبس، انا مش واثقه في النوع ده بس هفتحها برضه. ايدي ناشفه هشيلها ابل مناخيري ليه دايما بتخض واحطها. وهجيب بقى بيل اوف بالفحم. احيانا بعض الناس بيبقى عندها حساسيه منه، يعني مش مناسب لكله يعني، فحطي حاجه بسيطه على رقبتك او ايدك الاول قبل ما تحطيه على وشك كله. هتقولي لي مارينا انت معفنه بتحطي بايدك، هقولك البتاعه اللي انا بحط بيها اساسا هي كمان معفنه، فيعني ايدي انضف. يا رب ما يجي على شعري عشان ما اعيطش. ايه ده يا على قله التركيز. برضو ما تجيش يمة عينك خالص، اخرك الخطوط دي كفايه عليكي قوي كده. استنى بقى لحد ما ينشفوا كل دول. عن كده كله ناشف المفروض كمان نفك عادة بالتشنجات. هو يفضل ان انت تعملي من تحت لفوق، بس يعني هنحاول نسيطر على الموقف. يا لهوي يا لهوي، مش عارفه انا بعمل كده ليه. مش متفائله بالبتاعه دي، عمري ما جبتها ونفعت، يعني دي اخر فرصه ليها بقى. شفت انا عرفت، انا كنت عارفه ان انت خسيس وقليل الادب. اسوأ نوع على كوكب الارض. الاسود على الطليط. انا هغسل وشي بسرعه عشان حواجبي لزقت. حواجبي نحكجت. اعتقد ان انا محتاجه اعمل الروتين الشهر بتاعي قريب. كل اللي فات ده بعمله اسبوع واسبوع لا. هو انت شغاله لي بقى كل شويه اسبوع واسبوع لا؟ امال ايه روتين الاسبوع اللي انت شغالانه بيها دي؟ صوتك ابتدى يعلى عليا على فكره. ها، ما انا بعمل روتين تاني وببدل فيهم بقى اسبوع ده واسبوع ده. الروتين ده هستخدم فيه الدرما، وصدقيني ده اهم بكتير من الروتين الاولاني. طبعا غسلت وشي تاني، بس احنا في يوم تاني يعني ما عملتوش في نفس اليوم. هاخد حبه من بريدوكاين وهحطها على وشي كله. ايه بريدوكاين ده مخدر موضعي. هتليطي وهتستني 5 دقايق وتحطي طبقه كمان. ليه؟ علشان ما تحسيش خالص بشكات الدرما، تنحسي يعني من الاخر. كده دلوقتي حسيت ان انا وشي نمل كده شويه. الموضوع بيبتدي بعد 4-5 دقايق بالظبط، ويفضل ان انت تشتغلي على طول لان مفعوله بيروح بعد تلت ساعه. فهنجيب ميه ونمسح بيها المخدر عشان نشتغل على النظافه. دي الدرمه بعد ما عقمتها. هعمل ايه بقى؟ هغرز في اتجاه واحد 10 مرات. 4 5 6 7 8 9 10 جنبها. 1 متجيش ناحية حوالين بقي. خلصت لفوق هعمل بقى لتحت. 1 2 3 4. خلصت من فوق لتحت، ابتدي بقى من جوه لبره، من بره لجوه. 1 2. حرفيا انت مش هتحسي بوشك وهتلاقي وشك احمر شويه، ده عادي جدا. فعشان كده يفضل وانت بتعملي الدرما تكوني يوميها قاعده في البيت، وتاني يوم برضو ما تتعرضيش للشمس، وهتكملي بقى نفس النظام في كل وشك. من كده خلصت وشي كله بالدرما وحاسه ان وشي بيطلع نار كده، نار. ده مؤشر كويس على فكره. مش حاسه ببقي. لو وقفتي على كده فانت بتحكمي على بشرتك ان انت ترمي كل اللي انت عملتيه ده في الزباله، وتاني يوم بشرتك هترجع اعفش من الاول. سواء في الروتين ده او الروتين ده تعملي نفس الخطوات دي. انا اسفه ان انا طول الوضعيه واخده البتاع ده، بس معلش زقي معايا الفيديو. الراعي الرسمي والاختراع الاعظم على الاطلاق، الماسك تشيت. هتلاقيه من عند اي حد بيبيع منتجات تجميل. هتجيبي شاي اخضر او لبن، اللي هي الحاجات الملطفه المرطبه دي، هتحطيها هتنفش معاكي. بجد اختراع ممتاز وبديل رائع للماسكات اللي هي ب50 و60 جنيه دي، خساره فيها الفلوس بصراحه. وتفضلي على كده ربع ساعه. مش محتاجه ان انت تغسلي وشك بعدها. ماء ورد سيرم اختياري، ده من كوليجرا. بصراحه لسه بجربه جديد، فمش هقدر اقول عليه حلو او وحش غير لما اجربه اسبوعين 3 كده ولا حاجه. والاهم من السيرم الطريقه اللي بتحطي بيها السيرم بعد اذنك، زي ما انا بعمل كده. الخطوه اللي بعد كده مهمه بس في حاله ان انت تعملي درما،
وهي ان انت تجيبي اي نوع مضاد حيوي فيوسيدين مثلا وتحطي منه كميه بسيطه على وشك، تسيبيها ربع ساعه بعد كده تمسحيها بمنديل. في حاله ان انت ما عندكيش سيرم او وشك بيحرق شويه من المضاد الحيوي، حطيه بعد المرطب، ما فيهاش حاجه. مرطب سيرافي عشقي، من اعظم المرطبات التي وردت على هذا الكوكب اللعين. هو غالي شويه والعين هو كمان، بس يعني تمنه فيه وبيقعد معايا وقت طويل. وعلى فكره بديل الماسك الاسود المهبب ده وبديل لده برضو هتلاقيه تحت في الكومنت. باي.